فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. التمست اليوم نيابة الجمهورية بالعاصمة الجزائرية عقوبة 3 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 300,000 دينار جزائري، يعني 30 مليون، حق المناضل المعارض فتحي غراس، اللي هو المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، واللي كان خاضع بالمحاكمة تاعو لقرار الرقابة القضائية. التهمة اللي موجهة فتحي غراس هي إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة. باش واحد يكذب على كذاب، يعني فتحي غراس حيكذب على أكبر الكذابين اللي هو معروف يعني دولي إنه هذا الراجل من كبير الكذابين. حسب المحامية تاع فتحي غراس السيدة فاطمة السادات، جرت محاكمة في محكمة حسين داي التابعة لمجلس القضاء الجزائر، والنيابة وجهت للمعارض غراس تهمتين أساسيتين حسب المادتين 146 196 مقرر من قانون العقوبات. واش هكا؟ الأولى تعلق بإهانة هيئة نظامية، والثانية بنشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العام. وأضافت السيدة السادات محامية، قالت انه موكلها، توجد منشورها في صفحتها على الفيسبوك، انه موكلها اعتقل بعد 29 سبتمبر الماضي ووضع رهن الحجز للنظر من قبل ان يعرض في اليوم الموالي على وكيل الجمهوريه، اللي قرر احالته على المحاكمه الفوريه لا كومباريسيون ايميديات امام قسم الجنح مع تاجيل النظر في القضيه الى 7 اكتوبر ثم الى 14 اكتوبر البارح، قبل ان تعقد الجلسه النهائيه يوم 21 اكتوبر القادم، وهي الجلسه التي ينتظر ان ينطق فيها بالحكم. خلال الجلسه التمس ممثل النيابه العقوبه القصوى المتمثله في 3 سنوات سجن نافذ وغرامه ماليه معتبره، بينما طالبت هيئه الدفاع بالبراءه التامه، معتبره ان التهم خاليه من اي اساس قانوني، وان ما صدر عن غراس يندرج ضمن حريه التعبير المكفوله دستوريا. طبعا نظام عرايا، نظام الويوات، ما يسعفوش بالقانون، ما يسعفوش بالقانون. وفي تصريح بعد جلسه قال فتحي غراس في فيديو نشرت زوجته على صفحتها فيسبوك، قال: التمس في حقي 3 سنوات سجن نافذ لانني انتقدت رئيس الدوله عبد المجيد تبون في الجزائر، بخلاف الدول الديمقراطيه الدستور والقوانين الموضعه لحمايه السلطه من راي المواطنين. وكان غراس قد تعرض للمحاكمه عده مرات، يعني نذكر غراس تعرض للمحاكمه عده مرات في جونفي الماضي، اخرتها وصدر عليه حكم بالسجن هو وزوجته سعودة شبالة عن وقائع تعود لفترة الحملة الانتخابية الانتخابات الرئاسية مع القضاء بتعويض رمزي لصالح رئيس تبون. يعني تبون هو اللي ضمن يتابع قضايا فتحي غراس، يعني ممنوع عليه تنتقد تبون، الوغ في كل دول العالم
انتقاد رئيس الجمهورية ماشي يعني حق، فرض على كل مواطن في الجزائر. ممنوع أنك تنتقد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية. وكان سبق للرئيس أنه أمضى نحو 9 أشهر في الحبس قبل ما يفرج عنه في مارس 2022 بتهم تتعلق بنشاطه السياسي. معروف أنه فتحي غراس عنده خطاب معارض راديكالي، ما يدهنش، ما ينافقش، يقول كلمته وخلي يسرى واش يسرى. وهذا اللي يخلي اليوم يعني القلة، يعني قليل من السياسيين اللي يخدموا لأن تتكلم تدخل الحبس، تدخل الحبس تما هنا منك النظام ما عادش توعي الناس وما عادش تتكلم وما عادش. لهذا الناس تحاول باش تتكلم بدون ما يأذيوهم ويسكتوهم، لأنه ما يدخلش خلاص سكتة هذا هو. وشوفوا اليوم انه الساحه السياسيه في الجزائر سحيره، صحيح الساحه السياسيه الجزائريه. ننتظر الحكم، النطق بالحكم اليوم 21 أكتوبر قادم، وشوفوا واش راح يخرجوا به هذا مجموعه تاع نظام تاع ضاء التليفون. تكلمت على ملف الفساد تاع التبون في قضيه الخليفه. تكلمنا على موضوع اللي يقول لك افقد التبون، يعني نشر صوره افقد التبون صوابه. ولما خرجت هذيك الصوره في الشروق، هذيك الصوره اللي خرجت في الشروق هذيك، ونشوفوا كيفاش خليفه يهدف في ودن التبون. هذه بتشوفوها، ها السي تبون الفاسد كيفاش كان مع خليفه. تبون اللي كان يمرد بوتفليقه ويجي يقول لك بوتفليقه عصابه وكذا. تبون اللي بوتفليقه سلكم من الحبس في قضيه خليفه. تبون اللي يشوف خليفه يهضر له في ودنه وهو يبتسم ويضحك يقول لك ماهوش صاحبي، يعني قال التحقيق يقولوا ماهوش صاحبي. تبون اللي يعترف القاضي التحقيق بانه طلب من خليفه يتكفل له بولاده في فرنسا. خليفه عطاله ماستر كارد جولد يصرف كما يحب، يعني يقول باللي خلصها ب 20 مليون. ايه خلصت 20 مليون دينار بالدينار، هذيك كي ديرها دوفيز تاكلها كي تهبط في الطريق في لوطيل ولا. راح عاش في المستشفى الامريكي، هو اللي قالها فمه، قالها لقاضي التحقيق. واوتيل وكذا واستقامته 26,000 يورو. استقامته 26,000 يورو. هذا سي تبون اللي يحل في فمه ويتكلم عن الفساد. هذا تبون اللي لولا بوتفليقه راهو دخل الحبس في قضيه الخليفه. كانت الشروق اللي
تقدم العدالة بتاريخ 14 جونيو 2007 تقول: علمت الشروق اليوم من مصادر مؤكدة أن كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بشوار ووزير السكن الأسبق عبد المجيد تبون بصفة متهمين وليس شهود في قضية مجمع الخليفة، وقد تم السماع إليهما أمس من طرف القاضي المستشار المكلف بالتحقيق في ملف الخليفة على مستوى المحكمة العليا المخولة، بينما ينتظر أن يمثل 8 وزراء آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة. تصور أنه هذا تبون اللي كان متهم ولا شاهد، والاتهام تاعو باين، الاتهام تاعو باين. الراجل هو اللي يعطى اوامر لمديري الدواوين تاع السكن تاع اللاجئين تاع ترقية السكن، هو اللي استفاد من الخليفة. كان عنده صعبة كبيرة مع الخليفة كما نشوفوا فيه، لأن باش واحد يوصل يجي يهضر له في ودنه ويضحك، كان وزير الخليفة كان والو، كان عنده غير الصواد، والصواد دارهم بفضل الفساد. لولا فساد تبون وأشباهه وجرى سلطاني وجماعة آخرين ما كانش الخليفة يدير هذيك الثروة هذه، كانش يديرها. لأن هذه هي الصورة التي أفقدت تبون صوابه كما قالوها البارح في تكلمنا عليها البارح في إدارة الشروق، وتكلمنا عليها الشروق سيبوها اللي قلت أفقدت الصورة التي نشرتها أمس الشروق اليومي صواب الوزير السابق للسكن عبد المجيد تبون، حيث ظهر الوزير وهو في حالة اهتمام شديد لما يقوله رفيق عبد المؤمن خليفة في أذنه، وخلال جلسة الاستماع إليه تبرأ تبون من صداقة الخليفة شوفوا الرخص قائلا إنه ليس صاحبي، ملفتا انتباه المحكمة إلى ما اعتبره تحامل الصحافة عليه التي أظهرت صورا له مع الخليفة وكأنهما أحباب. أهو لما الصحيفة تحط تصويرتك مع واحد حبيبك تضحك ويضرك في ودنك تولي تحامل، تولي تحامل. هكذا يتبون، هكذا والصاوت. ومن بعد ما خرج من قاعة المحكمة سي خونا سي تبون عمل لقاء قصير قالك مع الصحافة، وقال لهم: أنتم الصحفيون كأهل قريش تصنعون ربا من الحلوى عندما تجوعون تأكلونه. واحد ما صنعك رب من الحلوى يا سي تبون، لا ما تقدرش كنت رب من الحلوى ولا واحد ياكل، انما لانك فاسد. فاسد، واليوم على راس الجزائر واحد فاسد عمرها ما عرفت الجزائر واحد فاسد. طلع النهار اللي دار وزير اول السيد راح لباريس لقاء مع وزير الاول الفرنسي، وجبة غداء خاصة بلا ما يخبر، وهذيك هي اللي تسبب في ابعاده من الحكومة. ومن بعد السيد علاقاته مشبوهة مع الأتراك، مع رجال الأعمال فاسدين بالصور بالكذا. على كل حال الملف هذاك كامل قدموه في قناة النهار، واللي على جالها مومس الصحافة عرفتوه القومي
أنيس رحماني راه اليوم في الحبس، لأنه تبون حقود، جميع من دار له حاجة لازم يضرب، لازم يخلص يدفع الثمن، يدفع أنيس رحماني، يدفع حداد ديجا، وقد شاحن على حداد على الأوتيل تاعو، وحاب الآن ينتقم من توفيق، جنرال توفيق. هذا هو نشوفوا كيفاش حكايته مع علي حداد. هذه هي قضيته مع خليفة. نشوفوا الآن مع علي حداد كيفاش كان قصته. النهار اللي تلاقى مع العسكر، تبون أعلن على استرجاع الجزائر فندق ضخم وفخم في برشلونة، فندق 5 نجوم. ما قالش اسم الفندق واسم صاحب الفندق، اسمه كاش تكثر خيرها، يعني دولة صديقة سلموا لنا اوتيل 5 ايطوال تاع واحد كان هرب الدراهم وشراه تما، وفيه وعود نتاع دول اوروبيه باش تساعدنا كذلك في استرجاع الاموال تاعنا، في استرجاع. اليوم رانا ندور حول بالتقريب 30 مليار دولار لاسترجعناه، ونزيدوا نواصلوا لان هذه ضروره اقتصاديه. كان 30 مليار خرج، كان هي حكايه وما فيها 500 مليون حسب مصادر جد مطلعة وضرب عليها. الفندق هذا اللي يتكلم عليه تبون، هذا هو الفندق اللي يتكلم عليه تبون، واللي كان شراه علي حداد. الفندق هذا باش تكون الناس على بالها بيه، والناس بزاف هضروا عليه وكامل. نتكلم عليه حتى في الجزيرة، وكان واحد الوقت يمكن نقول كان 3 فنادق تاع علي حداد في برشلونة، ولكن الفندق الوحيد اللي شراه هو فندق البالاس في برشلونة. أما فندق ميرامار وفندق جراند اوتيل لا فلوريدا في برشلونة عمره ما شراهم ولا كان. ولكن تبون كما عاد يكذب في الجزيرة، قال باللي رانا رايحين نسترجعوا 3 فنادق تاع علي حداد، بلا ما ذكر اسمه، بلا ما ذكر اسمه. الفندق هذا اللي شراه علي حداد في 2011 اسمه فندق البالاس برشلونة، كان من قبل اسمه لو ريتز، فيه 120 غرفة وسويت، وعنده تيراس كبيرة وشابة، عنده كباري، ريستوران مستوى عالي. وسكنوا في هذا الفندق يعني ناس مشهورين، منهم جوزيفين بيكر، فرانك سيناترا، دالي، رسام، روني وود، واخوان ميرو. هذا رسام ثاني كبار الفنانين في الرسم، اللي كان دار في سنة 1988 لافيش تاع كأس العالم في المثليين. هذا اخوان ميرو. ويعتبر هذا الفندق يعني من الأماكن الراقية في برشلونة. في 2011 علي حداد شرى هذا الفندق هذايا، الريتز اكس ريتز البالاس، شراه باسم شركة، شراه على شركة إيموبيلياريا سارازات فيا
أخينيو انفيرسيوني اي جيستيوني، شركة تسيير الفنادق. السعر الحقيقي اللي شراه به علي حداد فندق البالاس هو 80 مليون يورو. لو انه بعض المصادر تقول 68 مليون يورو، وعلي حداد يقول 54 مليون يورو. الشركة هذه اللي شرى عليها علي حداد الفندق خلات علي حداد الفندق، وعلي حداد بعد ما شرى الأوتيل أعطاه الوحدة جزائرية بالأصل، ولكن أخذت الجنسية الإسبانية في 2019، اسمها راديا بوزيان. راديا بوزيان هذه هي اللي بقات تسير الأوتيل وتقريبا على اسمها. في جوان 2020 في المحاكمة تاعو علي حداد قال بلي شرى الفندق ب 54 مليون يورو، وهذا بفضل 3 قروض بنكية إسبانية، وتسبيقة 5 ملايين يورو من عند واحد صديق كريم اللي هو فتح له أبواب البنوك الإسبانية. وأثناء المحاكمة القاضي قضى تاع التليفون، في التليفون ما قالولوش دوك ما سألش شكون هاد البنوك اللي عطاتك القروض، وشكون هاد السيد اللي عطالك 5 ملايين، وكيفاش يعطيك 5 ملايين. لا الوغ ابسط حاجه اللي ما طلبولوش. دونك بالنسبه لي علي حداد عمل ان مونتاج فينانسي 44 مليون خداها من بنوك اسبانيه، 10 ملايين قدمت، وكان شركه تركيه مابا وشركه برتغاليه اللي كانوا يخدموا مع الشركه تاعو تاع لو تي ار اش بي، هادو سبقوا له دراهم وقدر شرى هذا الفندق. ولكن اثناء المحاكمه تاعو علي حداد ما بقاش مالك الفندق، لانه كما قلت من قبل منذ ان اشترى الفندق في 2011 تسجل في 2014 مد الفندق هذا باش تصيروا شركه اللي عندها مالكه واحده، تكسب مالكه واحده، شركه تاع واحده، اللي هذه اللي قلنا عليها راديا بوزيان اللي كانت هي المالكه الوحيده. دارها شغل امبريتنون هذه راديا بوزيان. ولكن بعد مع القضاء الاسباني والباحث وكذا في جونفي 2025 نحات راديا بوزيان من محاولة ملكية الشركة، وهكذا قدرت السلطات الإسبانية باش تمد الفندق للنظام الجزائري، وهكذا يجي السيد تبون ويجي يقول ردينا الفندق تاع اسبانيا. ولكن من كل الاملاك هذا هو جاب يعني تبون.
ما كانش يعني حاجه، يعني حتى حسب بعض المصادر يقولوا انه كما 30 مليار دولار، بعد ما يقولوا 500 مليون قرش. 500 مليون، هذه الحكايه وما فيها. وهكذا يكون صفى حسابه مع علي حداد اللي لما كان هو وزير أول كان في خصومة كبيرة معه. أكثر من عام والجزائر في نزاع مع فرنسا. النزاع هذا مع فرنسا البر مع قضية إبراهيم الصلصال، وقضية الاختطافات والجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الإرهابية الأمنية الجزائرية في فرنسا. وبقى النظام الجزائري ماهوش حاب يعترف بأنه سبب الأزمة هي هذه تاع الصلصال، تاع الاختطافات، اختطاف أمير بيزاد، محاولة اختطافي أنا، هذاك الآخر اللي يخدم في وزارة الاقتصاد وحبوا يجندوه باش يعطيهم معلومات عن الناس اللي يطلبوا اللجوء السياسي في فرنسا. يعني سلوك تاع عرايا تاع فويلوات. برونو ريتايو كان لهم بالمصح. برونو ريتايو عطاهم ضربة صحيحة انه منع كل المسؤولين الجزائريين وخاصة نساهم وولادهم اللي سافروا بجوازات سفر دبلوماسية وما ماهمش دبلوماسيين. قال تيرميني، ما عادش تحطوا رجليكم في فرنسا الا اذا خذيتوا فيزا، والفيزا صعيب باش ياخذوها. حرموا راهم تقريبا عام عايشين كيف فيران، متخبيين في الجزائر، ما يقوموش شغل، ما عندهمش فين يروحوا. هما يتنفسوا في فرنسا، يستنشقوا الهواء تاع فرنسا، ما يقدرش يعيشوا بلا كما حكينا من قبل. والمراد من جوا هرب سطالة في فرنسا. مارك عليه قال راني نقرا طب، هو راديولوج كمل كلش، قال راني نقرا طب ومرته تخدم ليه بسيكياتر، هيا صالي في فرنسا. الان مع مغادرة برونو ريتايو الحكومة الفرنسية، وما غادرهاش يعني طردوه هذا، لأنه الآن فرنسا عايشة أزمة اقتصادية، وهذه هي الديمقراطية. قال باقيين. ف ريتايو في الحكومة الأولى قبل يعني باش يكون يعني يجيبوه وزير أول، ولكن مع الحكومة تاع لو كورنو اللي قدم استقالته وعاود رجع لو كورنو، عاود داروا ماكرون، رفض باش يكون في العفا، عين لورون نونيز كوزير داخلية. الآن واش راح يقولوا على عراية تاع النظام الجزائري؟ هما راهم يتساءلوا اسكو لورون نونيز راح يستمر على خط تاع برونو ريتايو. لازم يعرفوا باللي فرنسا دولة. فرنسا دولة، لا فرانس est un État. La France n'est pas un gang de voyous. فرنسا ماهيش شرذمة تاع عرايا، هذه لازم يعرفوها. وبالتالي إذا كان برونو ريتايو اتخذ قرارات صارمة قانونية، ما يقدر يجي حتى واحد يتراجع عليها. لما يقول باللي الناس يداروا لهم، اعطاهم الامر بمغادره الفرنسي، لابد انهم يغادروا، ولا بد ان النظام الجزائري يعطيهم دي ليسي باسي او جوازات سفر باش يرجعوا لبلادهم. سينو ما كانش
فيزا العصابة. دونك اسكو الأزمة العقلية اللي بدات نذكر بدات في نهاية جويلية لما ماكرون بعث رسالة لملك المغرب يعترف بمغربية الصحراء. من هي ثار الطائرة متوش داك واش قلقك بين المغرب وفرنسا؟ تحب تملي على فرنسا سياستك، تحب تملي عليها التمهبيل ديالك، هاك طفرت فيكم. دونك ماهوش برونو روتايو اللي بدا الازمه، انما الازمه بدات نقولوا من 30 جويليا، الرساله اللي بعثها ماكرون الملك، مع العلم لازم نذكروا، مع العلم انه ماكرون شهر من قبل في ايطاليا لما تلاقى قال له راني راح نعترف بالصحراء الغربيه المغربيه. الصحراء الغربيه بالنسبه لنا راهي مغربيه. تبون يقول لي قالوا له ولدي راك راح تندم وراح تخسر، راح دبر، راح تربح، دبر على قمشت. ولكن كي دخلت بولزي ما قالش راح واش راح يصير. النهار اللي بعث ماكرون رساله للملك تاع المغرب شغل تفاجأ الاخر وقال بداو وسحب السفير وديروا. من بعد مش قلقين انت جا تولد السردو كي توجع ويلا اش دخلك؟ البوليس ما تحركوش وما كانش عندهم رد فعل كيما العصابه الحاكمه في الجزائر. من هي بدات الازمه؟ من بعد زاد الازمه، زاد مع قضيه بوعلام الصنصال. نذكر ان بوعلام الصنصال عمره ما كان معارض سياسي. اللي يسيب لي تصريح واحد بوعلام الصنصال أدان فيه النظام، فضح فيه النظام، سواء نظام بوتفليقة أو النظام العسكري تاع سنوات 90 تاع نزار وجماعته، أو النظام تاع العراية، عمره ما جاب على حاله، عمره ما تكلم عليهم، وعمره ما كان عنده مشكل معاهم. صنصال كل ما في الأمر أنه أدلى برأيه في موضوع التاريخ. هو ماهوش مؤرخ. قال نص الحدود الجزائر تاع الجزائر الجهه الغربيه تبع المغرب، الجهه الاخرى تبع تونس، كذا كلم كذا ما عنده حتى تاثير لا على الجزائر ولا لا على تاريخها ولا على جغرافيتها، ما كان حتى شيء. هيا واش نقص من مساحه الجزائر؟ ما كان والو. بما انه نظام عسكري فاشي، نظام تاع عرايه، ما يعرفش يناقش. الراجل غير دخل خطفوه، واللي خطفوا اللي اعطى الامر ناصر الجن الحراك، اليوم راهو حراك في اسبانيا. 16 نوفمبر خطفوا الراجل، ومن بعد بات وبدا فيها صراع. الاخرين قالوا طلبوا تبوني حب يطلقوا العسكر، يقولوا له لا، ودعوه تخلط ما بيناتهم لانه تبون ما عندوش كلمه وما عندوش سلطه. وصلناو يعني الفرنسيين قالوا دوك هذا السيد دوك يحشم على روحه دوك لا والو. زادت خرجت لافير تاع امير ليزير، ومن قبلها لافير تاع نائب القنصل اللي قاعد يجس على واحد من جندي واحد يخدم في وزاره الاقتصاد في باريس في فرنسا، اللي جند لهم وحده تخدم في الديوان الفرنسي تاع اللاجئين باش يحبوا معلومات على النشطاء الجزائريين في فرنسا. كبر الدعوة، حبس كلش، وتايو ضربهم، عرف اللي يضرب ضربهم. هذه غير الضربة الأولى، هذه فيزا تاع الباسبور ديبلوماتيك تاعكم، قال لهم خلاص ما عادش ياكم. وهدد لوح انه راح يجمد أرصدة 80 شخصية جزائرية منهم جنرالات ووزراء ومسؤولين. هذه اللي كانوا، اسمع مليح، النظام الجزائري كان يعتبر نفسه انه الابن المدلل لفرنسا. ايه يحسبوا هما الابناء المدللين.
كانوا زوج يزعفوا على فرنسا. في ظرف 5 سنين 3 مرات يسحبوا السفير. أميرة بوراوي مواطنة جزائرية يمنعوها من مغادرة التراب الوطني تاع السفن، تغادر وتخرج بجواز فرنسي. في تونس السفير الفرنسي يتدخل ويخليها تخرج. عيط للسفير، احنا جينا مواطنة غادرت، عيط للسفير هيا ودي دار منهم يعودوا. ماكرون اجتمع مع شباب فرانكو الجيريان جزائريين فرنسيين، وقع على هذا النظام الشاخ وكذا والحراك هدوا حتى خرايط ويسمعوا. عيط للسفير كيف منين هذا النظام حسب روحه هو الامن المدبر. اذا جات حكايه الصحراء والمغرب وكذا جا قال له خلاص فيها حكايه صمت روحك ترميني زاد كثروا على لي زافير. هذو اللي كانوا حاسبين روحهم من المدلل، يعني هذو فرنسيين من درجه ممتازه. يعني لازم فرنسا تعطيهم ديما امتياز وتعطيهم ديما يعني تسبقهم وتبجلهم على الاخرين، لانهم هما بايعين الجزائر لفرنسا، ولاد حرام بايعين الجزائر لفرنسا ويجيو الجميع من يضحكوا حركي ولد حركي ولاد حرام. ما كانش خبثاء وخونه قدكم انتم. حفزتوا المجاهدين، مجاهد ولده في الحبس، مجاهد ولده منفي، وبن شهيد يجري يحوس على الجنسيه الفرنسيه. شحال من ابناء الشهداء اللي راخدين الجنسيه الفرنسيه؟ شحال من ابناء المجاهدين اللي راخدين الجنسيه الفرنسيه؟ لما نتكلموا على انايا مغني انا هكذا راسي خشين. انا اليوم برك مع واحد صديق هكذا قال لي علاش ما تاخذ الجنسيه الفرنسيه؟ قلت له انت غنات، لا انا لا ولادي لا زوجتي ما اناش ناخذ الجنسيه الفرنسيه، بالرغم من ولاد الحرام يهدوا فينا باللي ما يجدوا لنا جوازات السفر. ودرك يعني الايام القادمه ولدي والزوجه رايحين يجدوا جواز السفر تاعهم. وعندي حفيدتي صغيره ما عندها شهرين في عمرها، ولدي قال لي ندير لها جواز سفر جزائري. قلت له بيان سور دير لها جواز سفر جزائري. وعلى بالنا بلي رايحين يرفضوا، ولكن انا موجد لهم ما قالوا انا الكونتر الخطه تاعي ماشي كونتر الخطه تاع تبون، كونتر الخطه تاعي صحيحه. نعصرهم القرص في عينيهم، ندفعهم ثمن خيانتهم لثوره نوفمبر اللي راح نحتفلوا بها عن قريب. ندفع لهم ثمن خيانتهم للشهداء، ندفع لهم ثمن خيانتهم للمجاهدين، ندفع لهم ثمن خيانتهم للجزائر. كلنا ولاد حرام قاطعين صلة الرحم، وهذا حرام. هذا نقول هذا ولاد حرام مش يقول فيها هكذاك برك اعتباطا أيضا اعتباطيا نقول ولاد حرام، لا المرتكبين حرام كبير. صلة الرحم، قطع صلة الرحم، الظلم ظالمين آلاف الجزائريين، لم أقل ملايين الجزائريين، لم أقل كل الجزائريين باستثناء الشرذمة تاعهم. ظلم. ربي يقول لك ربي حرم الظلم على نفسه، حرم الظلم حتى على روحه. شو تحب نتايا يا بوزوج تجي تظلم بني ادم؟ ولاد حرام يرتكبوا في الحرام. ولاد حرام ما هي الشتيمه وانما الصفه. كما كيقول العرايه ما هي الشتيمه وانما هذه هي الصفه اللي تعلمهم، لانهم العريان وشنو هو اللي ما يحترمش القوانين، عافس في كل شيء، ما عنده لا دين لا مله لا اخلاق لا تاريخ، ما عنده عاري من كل شيء. عريان بن عريان.
صلغوت بن صلغوت، voyou fils de voyou. Alors donc هادو اللي عن بالهم يقولوا درك يجي هذا الوزير الداخلية جديد لورون نونيز درك يغير السياسة. ايوا استناو 27 بربي ان شاء الله برونو روتايو هو اللي يكون رئيس الجمهورية الفرنسية. يربيكم يعطيكم حتى تقولوا فيكس، لأنه كل إجراء يتخذه برونو روتايو ولا أي مسؤول فرنسي ضد العصابة الحاكمة بالنسبة لي أنا هذا يعتبر انتقاما والأخذ بالثأر لصالح الثورة الجزائرية اللي خانوها الخواجع. نعم يفديو ثار شهداء. نعم لما نقول له خلاص عليك امتياز تاع الباسبور دبلوماتيك باش انت ومرتك وبنتك وولدك تسافروا فرنسا داخلين خارجين كي دار باباكم وشارين العقار لهيه ومحاطين الحسابات البنكيه، ماشي على هذه اللي ماتوا بن مهيدي وبن بولعيد وسي الحواس وغيرهم الشهداء وزبانه اللي راح المشنقه، ماشي على هذه اللي ما ماتوش باش انتوما ولاد الحرام تسافروا باسبور دبلوماتيك بدون فيزا من فرنسا والجزائريين تخلوهم في سجن داخل مفتوح على السماء، من بريزون سيل اوفير. ما ماتش من اجل هذه. هذو كان يعاودوا ينوضوا يعني يحطوهم في المشنقه. لأن الشيء اللي درتوه الاستعمار ما داروش. قل ربي يقدر الخير بلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة